السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بقى نعمل بقى حاجة يعني اقتصادية جدا، بس بطريقة تقديم حلوة قوي، وبعدين كمان تنفع للدايت. وهي العدس طبعا من الأكلات الشتوية اللي كلنا ما بنختلفش عليها، وحتى لو في حد مش بيحبها لو جربتوا الطريقة دي صدقوني هتعجبه جدا. هو مش شرط بقى عشان احنا عاملين دايت ناكل حاجات طعمها مش حلو، لا هو هيبقى طعمه حلو جدا من غير ما هنحمر بقى ونقلي والحاجات دي. وفي نفس الوقت هو اولا العدس ليه طرق كتير، بس دي طريقة منهم، ودي طريقة صحية جدا وسهلة. وفي طرق تانية ان شاء الله ممكن نعملها فيديوهات تانية، طبعا الشتا طويل يعني مش هنعمل غير عدس يعني. وان شاء الله يعجبكم يعني. تعالوا بس نشوف الطريقة ديت. بس قبل ما ابتدي الفيديو، لأول مرة تتفرجوا على فيديوهاتي أنا نهال، ويا ريت تشتركوا معايا في القناة، متنسوش تفعلوا الجرس كمان لو الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية بس كده قبل ما نبدأ الفيديو كنت عايزة بس أقول لكم على حاجة. إن شاء الله المشروع الخيري اللي احنا بدأناه إن شاء الله هنبدأ فيه يوم الثلاث الجاي. اللي حابب يشارك برضه، حابة ان انا افكر الناس، وبرضه هسيب لكم في صندوق الوصف ان احنا بنتكلم عن ايه للناس اللي هي اول مره تتفرج علينا، فمش عارفه احنا بنتكلم عن ايه. فان شاء الله هسيب لكم الفيديو اللي بالتفصيل في صندوق الوصف. فان شاء الله هنبتدي من يوم الثلاث، وربنا يتقبل مننا جميعا ويجعله في ميزان حسناتنا. يلا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه هجيبها عندي بصل. في البداية كده قبل ما ابدأ كده في العدس ولا اي حاجة، هجيب بصلاية كده اقطعها شرايح بالشكل ده كده، تكون رقيقة شوية. طبعا احنا مش هنحمر بقى ولا حاجة، اللي حابب بقى يحمر في زيت وكده ماشي، دي طريقة تانية. بس انا دلوقتي انا هعملها بطريقة سهلة ومن غير تحمير ولا اي حاجة خالص. كل اللي هعمله هاخد البصل دوت، احاول بس ان انا افركه كده كويس، وبعد كده نجيب صينية هنحطه في الصينية. الخطوة دي على فكرة بتغير طعم العدس بتاعنا تماما. انا حطيت عليها معلقة من السمنة وهحطه في الفرن. وبعد كده عندي العيش بتاعي، هجيب عيش اقطعه كده شرايح، ممكن مربعات صغيرة كده عشان اقطعه مربعات صغيرة. وبرده هنحمره في الفرن، مش هقلب زيت خالص، ماشي. وطبعا انا اللي عندي البصل حطيت عليه سمنه، انا مش عايزاه يقرمش ولا حاجه، هو بس انا عايزاه ياخد طعم التحمير وريحته. فمش هيفرق معايا ان هو يقرمش او حاجه، لان هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل فيه ايه. بعد كده، بعد ما عملنا بقى العيش بتاعنا، انا جبت رغيفين من العيش بالكميه اللي انتوا عايزينها يعني، طبعا العدس بيحب العيش. حطينا بقى عليه معلقتين كبار من السمنه كده. انا استخدمت سمنه بلدي، اهم حاجه السمنه في العدس السمنه البلدي. هتستخدمي سمنه نوعها حلو هيغير معاكي طعم العدس تماما. كده الاتنين دول هاخدهم بقى واحطهم في الفرن تحت الشوايه على طول. بعد كده هجيب كوبايه من العدس مغسول كويس وهحطه في حله. وبعد كده عندي بقى طماطم، كل حاجة هقطعها على 4 كده، يعني مش لازم تقطيع يعني اللي هو اي حاجة يعني تقطيع لان احنا طبعا هنسيبه يستوي تماما. بعد كده بصل، بعد كده بطاطس. ليه البطاطساية دي بقى؟ البطاطساية دي عشان تخلي قوام العدس عندي يكون قوامه تقيل شوية، مش عايزاه يبقى خفيف، عشان مش هحط عليه بقى لا شعرية، مش هحمر شعرية. في ناس بتحمر شعرية وفي ناس بتحمر لسان عصفور، انا مش هعمل كده. طبعا جبت جزر وتوم، وعندي البصل الاخضر ده قطعته بعدينه، بيفرق جدا في الطعم. حطيت واحدة بس، بيفرق في طعمه قوي. ولو عندك كرات ممكن تحطي، لو عندك كرفس ممكن تحطي عليه. بعد كده معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، معلقة من الفلفل والملح، بس كده. البصل بعد ما اخد اللون بقى الجميل ده، شايفين، هنزل بقى بالبصلايه المتحمره دي على العدس هنا قبل ما يتحط على النار. الخطوه دي مهمه جدا لان انا مش هقلل ليه خالص، يعني مش هقلله توم وكزبره، هسيبه بقى على النار كده يستوي ويغلي كويس قوي لحد ما نحس ان كل حاجه اتهرت، يعني عارفين اللي هو ايه، استوى تماما بقى الجزر والحاجات دي شايفين بالشكل ده كله استوى. هبتدي اخده بقى اضربه في الخلاط
ينزل قوامه بقى بالشكل ده. هرجع تاني احطه على النار. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ هحطه بقى على النار. طبعا لو حسيتوا ان هو تقيل قوي ممكن نخففه بميه، بس اهم حاجه ان احنا ما نبتديش نزود ميه، عشان هو لو خف مننا قوي مش هنعرف نتقله، فما نحاولش ان احنا نزود ميه كتير. بعد كده بقى طريقه التقديم هي طريقه حلوه قوي. هجيب بقى الطبق كده يكون غويط شويه او بوله، وهحط فيها بوله صغيره اصغر منها. وبعد كده هنحط رز. في ناس بتحب تاكل برز وفي ناس بتحب تاكله بعيش، فزي ما انتوا عايزين. ممكن ما تعملوش الخطوه دي خالص لو انتوا مش بتحبوه بالرز. بعد كده نبتدي بقى نضغط على الرز كويس قوي من الجناب. نحاول كده ايه يعني نسكنه كويس قوي، عشان لما نيجي نقلبه يتقلب معانا كويس ويبقى متماسك، ما يبقاش متفرفر مننا. كده خلصنا. تمام. نجيب بقى طبق التقديم بتاعنا، يكون طبق كبير شويه، ونبتدي نقلب عليه البوله دي. بعد كده شايفين المنظر بقى عامل ازاي؟ شايفين طريقه التقديم حلوه جدا. هو تحسوا ان هو مش عدس اصلا، يعني تحسوا ان هو حاجه كده شياكه كده. بعد كده هنبتدي بقى نحط العدس في البوله اللي في النص دي. مش هنكتفي بكده طبعا، هو كده يعني حلو، بس لا، هنشيك الموضوع اكتر. نبتدي بقى نجيب العيش بتاعنا المحمص ده، هنحطه حوالين الرز كده. انا عاجبني بجد شكله حلو قوي، وطريقه تقديم بجد طلعت حلوه جدا يعني. جربوها صدقوني، لو حد حتى مش بيحب العدس هتفتحوا نفسه كده ان هو ياكله. بعد كده بقى نحط شويه عيش بقى في النص كده. جماعه احنا بنعمل بوكيه ورد مش عدس والله. هو كده ممكن نكتفي بقى بكده، يعني كده تمام جدا. بس انا بقى يعني العدس طبعا لازم معاه بصل، فانا هعمل حاجه كويسه برضو. يبقى كده مش هنحتاج ان احنا نقدم اي حاجه تاني. هناخد البصلايه كده نقسمها كده في النص، ونحطها في البوله بتاعتنا على حرف البوله بتاعتنا كده. حطوا بقى كميه البصل اللي انتوا عايزينه. وبعد كده هنجيب بقى ليمون شرايح. في ناس بتحب طبعا تحط على العدس ليمون، فيعني يبقى كده الطبق متكامل، مش محتاجين نحط اي حاجه تاني. نحط بس شرايح الليمون عشان اللي حابب يعصر ليمون. والله احنا ممكن نعمل عزومه اصلا بالعدس ده يعني. وبعدين طعمه حلو جدا. انا بجد والله يعني مش قادره اوصف لكم طعمه حلو قد ايه وصحي قد ايه. طبعا في ناس بقى بتحب تعمل ايه، ممكن نجيب بقى توم حوالي 3 فصوص كده او 4، وبنقليهم بشويه سمنه زي تقليه الملوخيه كده، ونحط عليهم شويه كزبره ناشفه اول ما نحس ان هو اخد اللون الذهبي. وبعد كده نبتدي نحطه على وش العدس بتاعنا. بيفرق طبعا في طعمه كتير طبعا، بس هو كده بيبقى حلو وصحي للناس اللي هي زي ما قلت لكم عامله دايت، او بتحب تاكل اكل هيلسي، مش بتحب تاكل اكل فيه حاجات متسبكه او متحمره. وده بقى شكل البوكيه بتاعنا بعد ما خلص. شايفين بجد حلو جدا. يا رب بقى اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه. ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك. السلام عليكم.